مصلحه نادي المريخ، ومن اجل ان تطلع ليا يعني حتى مشروع ليا ان انا اطلع في رئاسه النادي، نظرا لان ده النادي ده يعتبر بتاعنا، وبعدين كمان من اجل ان في حاجات في دماغي يعني من خلال برنامج هطرحنا ان شاء الله، البرنامج بتاع الانتخاب، وربنا يوفقنا ان شاء الله ونوفق ولا من يصلح. والله دي مش مقياس النزول على عضو، ومش مقياس رئيس، دي لها ظروف وده لها ظروف، بس نطمع في ربنا ان شاء الله من خلال البرنامج اللي عرضه ومن خلال الجمعيه العموميه، وربنا الموفق ان شاء الله. يعني مش هقدر اقول تفاصيل دلوقتي، انا مشروطه طبعا بالجهه الاداريه الشباب والرياضه، حصل اي ظروف او حصل اي تأجيل من جهه الجهه الاداريه، فمن حق ان المساله ترجع تاني. والله انا نادي المريخ ده بيتي، وانا حب نادي المريخ في قلبه في اي بني ادم جوه، لان هذا النادي مربع مبارك. اي انسان بيحاول يمسك نادي المريخ او يعمل حاجه ربنا ما بيوفقوش، لان ده مكان مبارك، مكان فيه البركه. والناس مع اللي سمعته من تاريخ النادي، وانا في النادي بقالي 15 سنه، اللي سمعته من خلال كل الرؤساء السابقين وكل الاعضاء، ان النادي ده محدش بيقدر يهتمه، وان شاء الله باذن ربنا انا او غيري، وربنا يولي من يصلح باذن الله.